السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك كل حبايبي، ازيك كل مشاهدين داخل مصر وخارج مصر، كل سنة وانتم طيبين. زياد جايلكم في ايه؟ هتعمل لكم الفطير المشلتت يا حبايبي، خليكم معايا عشان تشوفوه خطوة خطوة. طبعا يا حبايبي احنا بنعمل ايه الاول؟ بننخل الدقيق، دي سنة، لازم ننخل الدقيق سنة اهو يا حبايبي، عشان حتى لو في اي حاجة بتعمليه ما تجيبيش تفضي. سنة يا حبايبي ان انت تنخل الدقيق. هنا هتعملي الفطير بايه؟ طبعا يا حبايبي في كتير قوي ما يعرفوش ايه عمايل الدقيق الفطير، في كتير ما يعرفوش عمايل الفطير ازاي، برغم ان هو اسهل حاجه في عجينه وفي كل حاجه. هنا معلقه ملح صغيره، معلقه ملح صغيره، معلقه سكر كبيره او معلقتين، ده عشان بتساعد معاكي في التحمير بتاع الفطير. والملح لازم يكون سنه حبايبي، لازم تحط ملح. فانا دلوقتي يا حبايبي هوريلكم كده. طبعا انا حطيت ايه الحاجه ديت اهي، اللهم صل على، حطيت الملح والسكر على الدقيق بس فقط اهو يا حبايبي. خلي بالكم من النقطه دي، لان في معظم الستات ما تعرفش اعمله ازاي، وهو عامله سهل جدا. هنا طبعا نخلت الدقيق وحطيت الملح والسكر. تعملي ايه يا زياد؟ ميه عاليه جدا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبايبي كده، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا حبايبي هعجنه واوريلكم بعد كده. خلي بالكم الميه تبع الدقيق، يعني مفيش وزن ميه تبع عجينه الدقيق. فانا هوريكم العجينه ازاي تبقى شكلها ايه في الاخر، عشان تعرفوا تظبطوا نفسكم في العجينه. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد ما عجنت العجينه بالطريقه دي. بصوا يا حبايبي اهي، بس هسيبها طبعا ايه عشان تريح. بصي اهي يا حبايبي، اللي ما يعرف لازم تعد تعجني فيها لغايه ما تبقى بالطريقه دي عشان يبقى فيها عرق ما تقطعش معاكش. بصي تفضلي بقى طبعا تعملي كده وتدي شويه ميه صغيرين وتفضلي تعجني بنفس الطريقه دي يا حبيبتي. طبعا انا بقول لحبايبي اللي هم ايه ما بيعرفوش يعملوا الفطير بعلمهم طبعا، لان انا معظم اصحابي في منهم ما يعرفش يعمل فطير. فحبايبي اهم بوريلكم الطريقه دي عشان سهل جدا. وانت طبعا مش هتعملي الكميه دي، هتعملي كيلو، تبتدي بكيلو بنص كيلو. فعشان كده ايه انا بوريك خطوه خطوه اهي كده. الطريقه ديت اهي، شفت العجينه اهي. طبعا انا هسيبها تريح كده، انا هسيبها تريح. هتعملي ايه يا ام زياد؟ شايفين اهي يا حبايبي، ولازم يكون فيها عرق. وخلي بالكم اهم شيء الدقيق، بالذات في الفطير كمان. الدقيق والكحك، الفطير والكحك لازم يكون دقهم حلو اهو يا حبايبي كده. انا طبعا اسيبها ايه تريح وبعد كده اقطعها. هتعملي ايه يا ام زياد؟ اهو لغايه ما تريح شويه وبعد كده ايه بقى اقطعها بقى. دلوقتي يا حبايبي هعمل بقى اقطع العجينه اهيت عشان بقى ايه استرخت العجينه اهي يا حبايبي، وهوريها لكم. هنا طبعا يا حبايبي بصوا، اللهم صل على سيدنا محمد. تقطعها زي ما انت عايزه، تقطعها كبير تقطعها صغير، دي حاجه ترجع لك انت اهو يا حبايبي بالطريقه دي اهي. انت قطعها صغير تقطعها كبير، دي حاجه ترجع لك انت حبيبتي. وطبعا انا هنا فرشه زيت اهو بالطريقه دي اهي، بقطعها بالطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كده استرخت خالص اهي، لازم تخليها تسترخي. وبردك هقطعها كده واخليها تسترخى بردك يا حبايبي. حبايبي يا اصحابي بصوا، عشان اللي ما بيعرفش يعمل ايه الفطير ما تجيش واحد تقول لي يا ام زينب مش عارفه، انا بشرحه لكم اهو اهو يا حبايبي. طبعا يا حبايبي انا جايبه سمنه نباتيه اهيت، اي نوع سمنه انت حباه، اي نوع سمنه انت حباه. وطبعا لازم يكون سمنه زبده او سمنه فرن. لو عندك سمنه زبده بتغنى عنها، عندك قشطه بتغنى عنها، طبعا ايه لازم يكون فيه زبده اهو يا حبايبي. وريت لكم الحاجات دي، ده بتخلط على دي عشان تعمل ريحه جميله. دلوقتي يا حبايبي طبعا انا بفرد الفطيره اهوت بعد ما ايه استرخى. فانا الوقت هفرده، هخليه رقيق سجاره. خليكم معايا. دلوقتي يا حبايبي انا رقيتها اهوت زي شفافه زي ما انتم شايفين كده، باينه حتى انها شفاف خالص. هتعملي ايه يا ام زياد؟ تحطي طبعا الزبده عليه اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي يا حبايبي اهو بالطريقه ديت زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. تعملي ايه يا ام زياد؟ تاخدي الناحيه دي الاول عشان ما دهنتهاش اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبايبي كده.
كده بالطريقه دي، وانت بردك بتفردي الحروف، وانت بردك بتعملي حبايبي اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي، حبايبي اللي ما بتعرفوش تعملوا الفطير، اصحابي انا بقول لكم يا حبايبي، يا اصحابي، هو تعملي على البوتاجاز زي ما انا مره لكم، مش شرط يكون عندك فرن حبيبتي، مش شرط يكون عندك فرن، كل حاجه ممكن نتصرف فيها ونعمل كل حاجه. اهو يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، اهي سهله جدا. اهي يا حبايبي، طبعا كده بقى واحطها في الصينيه اهي، خلصت كده، وبروح شايلاها وحطها في الصينيه. دلوقتي يا حبايبي انا بعد ما خبزت الفطيره اهي بالطريقه ديت اهي، بصوا وقبه وحلوه ازاي، وقعراها اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا قعراها يا حبايبي اهي، زياده قعراها، وشها زي قعراها يا حبايبي، ومش مكتومه. طبعا اللي عارف النقطه ديت انها مش مكتومه الفلاحين. بصوا يا حبايبي الفطيره اهي، اللهم صل على سيدنا محمد اهي كده خلاص طلعت بالشكل ده. اللهم صل على النبي. جلاش يا اخواتي زي العسل اهو. وهنا طبعا لسه ايه هظبط دي وادخلها في فرن ادخنها اهو يا حبايبي بالطريقه دي اهو. طبعا انا قلت لكم يا حبايبي بتعمل اللي ما عندوش فرن بتعمل على البوتاجاز او بتعمل تحت الشوايه اهو يا حبايبي كده اهو. هنا بقى طبعا لا تدهني سمنه لا قشطه، ده حاجه ترجع لك انت. وانا مطلعه زي الجلاش اهو يا حبايبي اهو، كله قدام عينكم عشان ايه ما حدش يقول ام زياد بتشتغلنا بردك يا حبايبي اهو. اللهم صل على سيدنا محمد اهو اهو. ما في ناس حبايبي قالوا لازم قشطه ومش قشطه، مش لازم، باللي بيتك ماشي حالك، باللي بيتك ماشي حالك. اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبايبي اهو كده الطريقه دي. دلوقتي يا حبايبي طبعا اوريكم بقى الفطير اللي انا عملته، وادي خير سطحنا بنعمل فيه ايه. دلوقتي تعالوا شوفوا الفطير بقى اللي انا عاملاه يا حبايبي. بص اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبايبي. بص قعره زي وشه اهو، ظهره زي وشه اهو يا حبايبي. ادي الفطير يا حبايبي بالشكل ده اهو. هقطع لكم واحده عشان نشوفوا مع بعض هنا. اللهم صل على سيدنا محمد. بص يا حبايبي مورق اهو، باين يا زياد اه. واقول لكم طبعا يا حبايبي ما حدش ينسى الاشتراك، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وتعودوا لها بخير داخل مصر وخارج مصر، ويدوكوا اللي نفسكم فيه يا رب، يا رب يدوكوا اللي نفسكم في حاجه يا النبي. واقول لكم يا حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وما حدش ينسى الاشتراك، يا اول مره يشوفني يفعل الجرس. طبعا حبايبي اللي بيعملوا لي كده بشكرهم الف مليون شكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.